وهوريكم واحدة تانية. طلع يطلع العظم لحال. راح اسوي لقمة تانية لانه والله ماني قدران اصبر بصراحة. هلا راح نحطه هون هيك. طلعوا كيف شايفين. هلا بنرش لنا كمان رشة بقدونس هيك. السلام عليكم، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. هلا اليوم رجعنا لكم ان شاء الله بفيديو جديد اللي هو الجناحات المشوية بالفرن بطريقة ان شاء الله راح تكون سهلة وبسيطة وكل حدا بيقدر يسويها بالبيت. وهي بعدنا مخلين اللبنة هون موجودة عنا مشان تشوفوها. وهلا خلينا نبلش بالطريقة شوي شوي وبسم الله. هلا اول شغلة عنا الجناحات هون. انا عندي كلين جناحات غسلتهم ونظفتهم منيح وجاهزين هلا على 24 مثل ما بقولوا. هلا شو بدي اساوي؟ بدي اقطع الجناحات بدنا على المفصل من هون بالطريقة هي، وراح نقص هي الزيادة ما بدنا اياها بالجناح. راح نقطعهم يعني هيك مثل هيك. هن الجناحات صغار شوي كأنهم. نقيم هي لأنه هي ما عنا بحاجة إلها. راح أنا أخلص الكمية كلها وبرجع بشوفكم إن شاء الله، مشان ما أطول عليكم بالفيديو. هي قطعنا الجناحات صاروا جاهزين عنا. هلا شو الخطوة اللي بعدها؟ هلا الخطوة اللي بعدها بنجيب ليمونة مثل ما كنتم شايفين هيك. الليمونة بدي إياها بقشرة، الليمونة بدي أقطعها هيك أنا. هلا هي هيك خالصة. الخطوة الثانية بنجي للتتبيلة اللي عندي أنا هون. هلا عنا هون معلقة دبس فليفلة، طبعا هي حلوة ما حدة، ومعلقة دبس بندورة، وعنا معلقة توم يعني تقريبا 4 أسنان توم أنا داقهم مجهزهم وحاططهم هون. الصوص نحنا يعني خارجي لحاله، ما راح اضيف فوق الجناحات. هلا بتقدر اذا بدك مثلا، اذا بدكم مثلا بتقدروا تحطوا هي البهارات والصوص فوق الجناحات وتخلطوها، بس انا حاب ساويها هيك لانه مشان تلمزج الصوص كله مع بعضه. عندي انا هون بحب ضيف انا مع التشيكن مع الدجاج، بحب ضيف ماجي بودرة بيعطي نكهة اطيب. طبعا تقدروا تستغنوا عن الماجي بودرة وتحطوا مثلا مكعبين ماجي، الماجي العاديين، وبتسوون وبتعملون مع الخلطة بيزبطوا معكم. وعندي هون معلقة نص معلقة كاري، وعندي معلقة زنجبيل صغيرة، ومعلقة بابريكا صغيرة، ورقتين غار. هلا هدول راح اضيفهم كلهم واللي بحب حده بيقدر يضيف معلقة شطة. أنا شطة بتحب تضيف، أو إذا بدك مثلا إذا بدكم تضيفوا حد بودرة يعني شطة بودرة كمان، تقريبا ربع معلقة فلفل أسود. وعندي هون هيل ناعم. طبعا أنا مع أغلب الدجاج بستخدم الهيل تقريبا ربع معلقة صغيرة، يعني رشة صغيرة هيل ناعم كثير بيلبق مع الدجاج، يعني بيعطي نكهة كثير طيبة. هذا كوب المعيار، ربع كوب لبن عادي. زيت، هلا زيت بتستخدموا الزيت النباتي، انا بدي استخدم زيت الزيتون. هلا انا حطيتهم هيك. انا الورق الغار ما بدي اخليهم هون، راح احطهم مع الجناحات دغري هون، ما في داعي يعني. عندي هذا عسل جبته من فترة والله، حتى جمدان والله. راح اضيف معلقة عسل. هذا العسل بيعطيكم كتير نكهة طيبة بالجناحات، نكهة كتير طيبة، وبيعطيكم لون كتير حلو كمان على الشوي. وراح اخفقها كلها البهارات مع بعضها هي الخلطة قبل ما اضيفها على الجناحات. هلا شايفين كيف بنحركهم منيح بحيث يعني ينخلطوا كلهم مع بعضهم. هو على كل حال نحن
هلا نرجع نخلطهم مع الجناحات. صارت عندي جاهزة. راح اضيفها فوق الجناحات. راح نحاول انه ما نخلي بقلب هي. يا جماعة بدي يعني لكم عن شغلة، انا اتمنى انه تشيروا هذا الفيديو، تدعمونا باللايك فيه، مشان نحاول انه ان شاء الله نستمر يعني بوصفات يعني كتير كويسة وكتير مرتبة. هلا راح نخلط الجناحات كلها، وهذا الليمون وانا عم بخلط هيك بعمل له، يعني نحاول انه ما نخليه مثل ما هو مشان نستفاد من الليمون اللي بقلبه. نحاول انه نعصره هيك شوي مشان نستفاد من نكهة الليمون. انا خليته اصادا هيك، خليته ما حبيت اعمل يعني عصير ليمون انه اعصره كذا، مشان بدي نكهة القشر يعني تطلع بالتتبيلة، بتعطي كتير نكهة طيبة. طبعا يعني ريحة التتبيلة كتير رائعة، مو كتير طيبة، كتير رائعة. يعني شايفين كلون، اللون كتير حلو، وكريحة التتبيلة مع الليمون مع الهيل الناعم مع كل البهارات اللي حطيناها، يعني خليط كتير كتير ريحته يعني منيحة. هلا شو رح اسوي؟ رح سكرهم انا هيك مشان انه انه يتشربوا كل التتبيلة، يعني تنضغط هيك مشان نشرب كل التتبيلة اللي حطيناها. هلا هيك صاروا تمام. هلا انا هدول بدي اخليهم اقل شيء 4 ساعات بالبراد. هلا بتقدروا مثلا ساعتين، بس انا بحس انه تطلع التتبيله، تطلع طعمه الجناح انها طيبه. انا يعني اذا مثلا بتسووها مثلا قبل بيوم وبتحطوها بالبراد لتاني يوم، وبتيجوا بتسووها تاني يوم، تطلع مع لسه معكم اطيب واطيب. بس انا بما انه بدي اصور الفيديو رح اخليها 4 ساعات بالبراد، وبعد 4 ساعات بطالعها وبنرجع بنكمل شو بدنا نساوي. السلام عليكم من جديد. انا قلت لكم امبارحه انه بالنسبه للجناحات ما رح سويتها بنفس اليوم، رح سويها تاني يوم. هلا خليتها يوم عندي كامل بالبراد، وهلا طلعتها وراح ننسخها بالصينيه. هلا هيك اخذت تتبيله يعني ممتازه صارت، يعني ريحتها بتشهي والله طالعه، يعني على كيفكم. رح نشوفهم بالصينيه هون. انا عندي الصينيه هي حطيت لها سلوفان القصدير، طبعا لستات البيوت يعني مشان ما يتلزق عندكم الصينية، يصير فيها تلزيق كتير، بتقدروا تلفوها بالشكل هذا بالسلوفان، هيك اسهل للتنظيف بعد الشوي. هلا بنصفن هيك، بنصفن يعني قريب من بعضهم حد بعضهم هيك. هلا شايفين الصوص اللي تبقى عندكم بأرض الزبدية اللي كنتم متابلين فيها، مو شوي شوي يا بفرشاية يا انه بايدكم مثلا هيك، انه تدهنوا فيه على الجناحات مشان تعطيكم منظر حلو يعني بالنهاية. هلا هن هدول انه ممتازين، شاربين تتبيله مزبوط لانه خليتهم قبل بيوم. هلا هيك صارت جاهزه عنا، راح ادخلها على الفرن. طبعا انا شغلت الفرن قبل ب10 دقائق على درجه حراره 180 مشان يكون جاهز، مشان ما ينشفوا مع الجناحات بين ما يحمل الفرن. هلا بكون هيك دغري جاهز، لانه الجناحات ما بدي اغطيها، بدي اخليها هيك مكشوفه، لانه ما بدها يعني وقت بتستوي لانها صغيره، قطعه صغيره. اما لو دجاجه كبيره مثلا بسلفنها برجع مشان تستوي من قلبها. هلا راح اخذها على الفرن، وراح ساوي سلطة البيواز، وراح اعمل رغيفين خبز بدبس فليفلة، وراح اظبطهم مشان نحط الجناحات، وراح اقلي صحن بطاطا جنبهم مشان تكون اكلة كلها كاملة ومرتبة وظريفة. وبشوفكم هلا بالخطوة اللي بعدها. هلا انا هون جبت رغيفين خبز دهنتهم مثل ما كنتم شايفين، وقطعت بيواز مشان احطهم تحت الجناحات. هلا بيطلعوا هيك معكم اطيب بكثير، يعني جربوا هيك وبتطلع معكم كأنكم يعني عاملين احلى مشاوي. هاي البيواز هيك
وهلا احط البطاطا انا هون، قليت بطاطا كمان، وهي هيك خلصنا صف الجناحات. هلا بيان عندي انا هون صوص، رح نزلهم فوق الجناحات هيك. هدول شو بيعملوا؟ بسقسوا الخبز اللي تحت. هلا هيك طلعوا كيف صارت. شوفوا ما شاء الله على كليين الجناحات شو عملنا منهم. شايفين ما شاء الله، شي بشهي والله، يعني عن جد أكلة معتبرة. شوفوا الجناحات رايحة مستوية ومانا يعني يبسانة من جوا مثلا تقول والله نشفانة مقرقدة مثلا، لا، وهي جوسية الجناحات. طلعوا كيف يعني طرية طرية وجوسية. شايفين؟ هلا شوفوا انا هون العظمة انفصلت معي، يعني ما انه يابسة على العظمة او شيء، انفصلت معي تماما. هلا رح اكلها هي اللقمة، ورح اجيكم واحدة ثانية. طلع تطلع العظمة لحال، قلت لكم جوسية. سووها بهي الطريقة لأنه خليتها بالبراد قبل بيوم، أخذت تتبيلة تمام، يعني نكهتها عن جد صدقا شيء ممتاز. يعني سووها بهي الطريقة وبتطلع معكم 100%، وشي بيض الوش يعني طبعا، وشي مرتب. يعني اللي بشوفها الجاطع لحاله مبين، يعني ما في داعي احكي عن أكثر من هيك. شو بنساوي نحن؟ يعني بتطلع معكم أطيب وأطيب. بناخذ شقفة خبزة من هون، بنحطها هيك، بنحط معها هيك حبة بطاطا. هلا هيك هاي الليمة بشوم، بتحطوا انتوا قدامها مايونيز او كاتشب حسب ما بتحبوا انتوا. والله طيبة يا جماعة، عن جد طيبة. رح ساوي لقمة تانية لأنه والله ماني قدران أصبر بصراحة. هلا رح نحطه هون هيك. طلعوا كيف شايفين. هلا بنرش لنا كمان رشة بقدونس هيك، وهلا بناكل هاي هيك. وهلا هيك وصلنا نهاية الفيديو، إن شاء الله تكون عجبتكم الأكلة اليوم. ورح اسوي لكم انا كمان جناحات تانية، يعني في شيء تقريبا كتير طرق جناحات، يعني ما بعرف قد ايه يعني بالضبط، بس في كتير يعني في طرق جناحات. رح نحاول اسويهم كلهم، يعني رح احاول انه ارجيكم اياهم كلهم ان شاء الله. اعملهم يعني بطريقتي انا. في لسه الباربيكيو صوص، في السبايسي وينز. هلا ان شاء الله راح نسويهم كلهم، وبتمنى منكم الدعم للقناة. اللي ما مشترك يشترك، واعملوا لنا لايك، واعملوا لنا وشيروا لنا الفيديو. وهي اللقمة الثالثة.